استاذي وحبيبي وموسيقارنا الكبير جدا الاستاذ هاني مهنا. انا بحترم حضرتك جدا جدا وحضرتك فوق راسنا. وانا من صغري وانا يعني اتربيت ان انا بشوف تسجيلات الفنان عبد الحليم حافظ والفنانه ام كلثوم وكل الفنانين العظماء، وحضرتك بتعزف وراهم، ويعني اتربينا على عزفك وتربينا على كل الفن الحلو بتاعك. احنا ما جيناش الفرح تطفل خالص. انا سمعت فويس لحضرتك وانت بتقول هم جم وطلعوا من ورا المسرح وبتاع. احنا طلعنا من ورا المسرح لان ده كان تنظيم مع منظم الفرح، ان احنا نطلع من ورا المسرح، من ورا الشاشه. الراجل قال لنا تطلعوا من قدام الستيج ولا تطلعوا من ورا المسرح، قلنا نطلع من ورا المسرح افضل. لكن احنا ما طلعناش من ورا الشاشه، ده يعني بنتسحب او احنا عاملين جريمه. احنا فنانين شغالين وناس كويسين جدا، ويعني نشرف اي حد، واحنا ما رحناش عملنا حاجه وحشه جدا. بنت حضرتك ربنا يا رب يسعدها ويكمل لها على خير. عزمتنا في الفرح واحنا لبينا الدعوه، لان انا لما كنتش رحت او يعني زمايلي ما كانوش راحوا كانوا قالوا ده لسه سنه اولى نجوميه ولسه في بدايه طريقهم وعلى ايه بيتنكوا، ده نجوم اكبر منكم واصغر منكم راحوا. فاحنا رحنا لبينا الدعوه ورحنا عشان نفرح بنت حضرتك، والحمد لله عملنا جو كويس جدا. وكل الاغاني اللي غنيناها في الفرح كلها موجوده في الشارع وكل الناس بتشغلها وراحوا. فاحنا رحنا لبينا الدعوه ورحنا عشان نفرح بنت حضرتك، والحمد لله عملنا جو كويس جدا. وكل الاغاني اللي غنيناها في الفرح كلها موجوده في الشارع وكل الناس بتشغلها. واحنا جينا او ما جيناش كاكا دي جي كان هيشغل الاغاني بتاعتنا، بس احنا جينا عشان قدرنا بنت حضرتك وحبينا نفرحها زي ما كل نجوم مصر فرحتها. ده بس حبيت اوصله للناس. احنا مش ناس متطفلين ولا عمرنا رحنا فرح حد ما نعرفوش. واكيد لو احنا ما نعرفش، يعني انا لا اعرف الفرح ده مكانه فين ولا اعرف الميعاد ايه، واكيد لو انا مش مرحب بيا ما فيش حد يسيبني اطلع على مسرح وامسك مايك واقعد اغني حوالي نص ساعه ولا ايه. بس حبيت اوضح للناس جدا. واحنا بنحترم النقابه وبنحترم جدا استاذ هاني مهنا، بس وجب التنويه على النقطه دي اللي احنا مش ناس متطفلين. احنا مش ناس بنروح نهجم على اي حد واي فرح نخش وخلاص. احنا رحنا بدعوه من الفنانه الجميله هنادي مهنا، ربنا يسعدها يا رب هي والفنان احمد خالد صالح، ونتمنى لهم حياه سعيده يا رب.